توقعي واحساسي كلاعب كره من المباراه دي ان المغرب هي الاقرب، وليس امنيات ولا يعني، هو ده توقع. انا ساتكلم عن الفريق اللي احبه صراحه. زين، اولا تحبه؟ اي انا يعني التاني ما بتحبوش؟ لا لا لا. امال انت بتتكلم على الفريق اللي بحبه. لا انا مو بالفريق اللي احبه، البلد اللي احبها. انا اعشق البلدين. يعشق المغرب. زين، اعشق البلدين، لكن انا تعلمت كثير من الاردن لما انا كنت صغير في الجانب الدراسي، فهذه البلد لها مكانه خاصه في قلبي، سابتدي فيها، لكن الفريقين اعشقهم واحبهم. عشت فيها فتره رياض؟ اي عشت فيها فتره. خبرنا عن الفتره. لا مدرس، هو المدرس اردني انت مش دارس. بعدين فعشت فيها وانا صغير، يعني تعلمت فيها امور كثيره، فهذه البلد لها مكانه في قلبي، واتمنى لهم التوفيق بكره ان شاء الله. اليوم من يقول ان المنتخب الاردني مجرد مقاتل، فاعتقد ده انا فليس واقع. الفريق يملك هويه واضحه، واحد، انضباط عالي على تبارك الله على الشباب ديالنا، والله ما عندكم ما تسالوا مع الاخوان صراحه. يعني بهذه الروح وهذه القتاليه هذه راه يستاهلوا هذا الفوز، ويستاهلوا باش يسكتوني هاد الخرفان هادو تكثروا علينا صاحبي. عرب افريقيا، عرب اسيا، عرب ما نعرف تشيكوسلوفاكيا، وانتم دايرين فحال الهنود تبقاو تفرعوا لنا في راسنا. هذا الله والله احسن حاجه داروا سكيتيوي، الله يخليه معز عنده، هو جاب لنا هاد الشان، هاد لاكان هادي ولا ما عرفت سميتهم كاع، كاس العرب ولا كاس الجراب. صراحة الإخوان بالرجية قلبي أنا بعدا في هاد خرفانكم. الحمد لله. نسمعوا بالشي يعاود، سير حبيبي قول دابا امدح. مستوى الدفاع والانتقال والهجوم، وخاصة على مستوى الانتقال أفضل فريق في هذه الصفة في التحويلات. طيب. وهذا السلاح الأهم بالنسبة للفريق الأردني في جميع المباريات. يعرف في الحالة المغرب افضل تحويلات على فكره. ده جابوا أنا جولين في بالنسبة الامارات لي من الأردن. التحويلات. أنا بالنسبة جابوا لي جولين في الامارات من التحويلات. أنا بالنسبة المنتخب المغرب مزيج بين البناء والتحويل، يختلف. هذا عنده ميزات الأكثر هو التحويل. التحولات. زين. طب ما انت لازم عشان تحولات لازم تبني. عنده التزام صارم على مستوى التنظيم. المنتخب الاردني اكثر فريق، يعني قالوها الجماعه، على مستوى الدفاع وحتى على مستوى الهجوم عنده تنظيم صارم، كل لاعب يحافظ ادواره وواجباته. فهذا الفريق اللي قدم لنا التحويلات في الهجوم، التحولات في الهجوم، يمتلك طلال غشش. تحويلات دي فلوس. يتفوق على كل الفرق في اداره المساحات. 5 لمسات تلقاه في منطقه الهجوم. زين، عنده قدره منطقة العمليات. ايوه، لا، منطقه الهجوم والتسجيل. التسجيل هي منطقه الصندوق، يتميز في منطقه الصندوق على مستوى التسجيل. طيب بالنسبة للمنتخب المغربي؟ المنتخب المغربي منتخب منتخب صراحه قدم لنا عمل فني باسلوبين مختلفين. اسلوب نظام دفاعي على مستوى عالي، زين، وتفوق في البطوله بنظام وافكار المدرب على مستوى الدفاع. وفي الحاله الهجوميه يمتاز بنوعيه لاعبين وافراد على كفاءه عاليه جدا. يمتلك الخمسه اللي هو ضيعت اساميهم صح؟ كريم بركاوي مكتوبين عندي. وليد ازار. لا خلوا يقول اسامي. ازار شو اسمه، زحزوح اللي على جهه امين زحزوح على جهه اليسار، واحد من اكفأ اللاعبين، لان هم السلاح اللي يتفوقون فيه الاطراف. والاربعه الباقيين بركاوي اللي يسجل من اليسار اليمين، والزحزوح اللي ينقل الكره. فاذا الفريقين ذلين يمتلكون عمل. انت قلت 5 دلوقتي، انت قلت 2. عايزين الباقي. فني كبير. الباقيين ترى من الدوري عندنا رياض. لا موجودين في حاله الهجوم. طارق تسودالي. طارق مش موجود. ما لعبش شو اسمه. لا موجود، قال زميلنا قال موجود. ممكن يشارك، ممكن ما يبدا، ممكن. زين، كريم وليد اللي لعبوا وليد ازارو واسامه
والله انا الاخوان احسن حاجه كما قلت لكم هو اننا فزنا بهذه الكوب هذه، لان صراحه هاد عرب والجرب واتفق العرب ان لا يتفقوا راه بينوا على الحقد ديالهم تجاه المغرب والمغاربه، اي حاجه ما هي مغربيه ولا من شمال افريقيا. يعني الاخوان احسن حاجه دار السكيتشيوي هو سكت لينا هاد خرفانكم. هلا بالكبسه، هلا بالشيخ، هلا اش دابا بكم يا هاد الناس نتوما توصلوا كاع شي كورة ولا شي، ولو تيتقارنوا هادي التروازيام ايكيب لا الدوزيام لا لاقيكم على كاس العالم. هذا المهم الإخوان تكملوا هاد خرفانكم الشعوي. طنان هاي منطقه الهجوم، وايضا عبد الرزاق حمدان. عبد الرزاق ورقه الاهم والاكثر كفاءه والاكثر حضور اذا كان من بدايه اللعب او حتى في نصف المباراه. مباراه صراحه فيها افكار لاعبين، فيها جوده. منو اللي بيتفوق فيها؟ انا بقول لك فيها جوده ونوعيه لاعبين وفيها خطوط كبيره. الجمهور سيستمتع بالفريقين والحاله البدنيه ستحسم يستمتع اللقاء. يعني مباراه مفتوحه؟ لا، لن تكون مباراه مفتوحه لان الفريقين كيف بيستمتع الجمهور؟ الجمهور يستمتع اذا المباريات مفتوحه. صحيح. يستمتع. ترى يستمتع بشيء، بالضبط. يستمتع بنوعيه اللاعبين في الهجوم. يعني لو انت مجموعه المغرب الهجوم، تكون كواليتي عالي، الحاله الفرديه ترى اهم من الحاله الجماعيه في الهجوم. طيب. في فريق الاردن مين بقى؟ طب مين بقى؟ مين بيفوز؟ آه. الفريق. انا اؤمن الفريق اللي تلعب بالتحولات والطريقه المباشره. اؤمن بكره بالفوز للفريق الاردني. يعني انجاز تاريخي للاردن راح يتحقق. أول مرة. يستحق الاردن. من سيفوز يستحق، لكن الاردن. انت تشوف الاردن اقرب؟ الاردن اقرب بالنسبه لي. طيب طلال. مباراة بكره حقيقة يعني مثل ما تكلموا الاخوان عن عامل مشترك المهم اللي هو المدربين. مدرب يمثل بلده ومدرب يمثل بلد الاخرى، يعني ما نقول بلد اخرى يعني غريبه، وانما المهنيه بكره رايحه تثبت ان انا مدرب اريد اكسب انجاز للكره الاردنيه لاول مره، وهذا راح يكتب لجمال السلامي على اعتبار انه يعني المنتخب الاردني يبحث عن انجاز، وهذه الفرصه الان الثانيه بعد كاس اسيا عندما يعني خسر المباراه النهائيه مع المنتخب. بعد ما اوصلهم لكاس العالم. لا انا اتكلم عن المنتخب الاردني في المباراه النهائيه عندما خسروا من المنتخب القطري الشقيق. جمال سلامي وصل المنتخب الاردني بكل جداره الى كاس العالم في المرحله الاولى، وهذا يعد انجاز حقيقي للكره الاردنيه. فبالتالي هنا الانجاز يا كابتن حبيب انه جمال السلامي ومنتخب الاردن حقق انجاز. يعني اذا ما تقول ان المنتخب السعودي انه يحقق انجاز وصول كاس العالم، لا، قبل 6 مرات المنتخب السعودي وصل كاس العالم. وصل كاس العالم متى؟ دائما دموع، دائما مقارنه، دائما ودائما ما تتسالاوش هاد الناس. هذا انه وصل كاس العالم. اليوم الاردن وصل كاس العالم. فريق يملك عناصر متميزه، عناصر طموحه، عناصر بس كلامه صح ترى. شنو الصح به؟ وما يخالف يتعقب بعدين. المنتخب الاردني اول مره يوصل لكاس العالم ووصل بطريقه مباشره. المنتخب السعودي متعود على كاس العالم. لا بس يقول مو انجاز، يقول مو انجاز.